رجال الوقاية المدنية جنود الظل الذين يضحون من أجل الحياة. في كل مرة نسمع فيها صفارة إنذار نعلم أن هناك أرواحا في خطر، وحين يصل رجال الوقاية المدنية لا يسألون عن الضحية ولا حتى لماذا وقع هذا الحادث، بل يرمون أنفسهم وسط النيران بين الأنقاض أو حتى في مياه الفيضانات فقط لإنقاذ حياة إنسان. هؤلاء الرجال لا نعرف أسماءهم، ولكنهم أول من يصل وآخر من يغادر. أبطال بالزي الأحمر يحملون في قلوبهم شجاعة نادرة، ويواجهون الموت بصمت دون ضجيج إعلامي. قصة اليوم من بني ملال تدمي لها القلوب. الأكيد أن الأغلب منكم الذين يشاهدون هذا الفيديو عرفوا أو سمعوا عن رجل الوقاية المدنية وقصته ببني ملال. في جماعة أولاد يوسف حاول أحد رجال الوقاية المدنية اليوم إنقاذ شاب معتصم فوق خزان مائي، كان في حالة نفسية صعبة يطالب بالعدالة لوفاة والده. لنشاهد هذا التصريح. السيد كيطالب سيدنا الله ينصرو يزيد في عمرو يمد لي هذه الكلمتين من اجل فتح تحقيق في وفاة والدي الجندي المتقاعد حد مات في ظروف غامضة. كنطلب انا تصريح طبي، علاش؟ سمعت شي حوايج خطيرين واقعين. ولكن فجأة انقلب المشهد الإنساني إلى مأساة، فقد باغت هذا الرجل العنصر الأمني واعتدى عليه بوحشية، ما أجبره على القفز من علو خطير لينجو بحياته. سقط رجل الوقاية لا بسبب تقصير، بل لأنه حاول أن ينقذ إنسانا رفض أن ينقذ، ورغم الألم لم يسمع من رجل الوقاية سوى كلمات كنت غير باغي نعاونو. تحت الرماد قصص لا تروى. رجال الإطفاء والإنقاذ في المغرب يعملون في صمت، يدخلون بيوتا تحترق بينما الجميع يهرب، يبحثون في الأنقاض بعد الزلازل والفيضانات بأيديهم العارية، ينقذون أطفالا من آبار ويعيدون الأمل لعائلات كانت تنتظر المعجزة. ولكن من يسأل عنهم؟ من يكرمهم بعد كل تدخل بطولي؟ تحية إجلال وتقدير لكل رجل وقاية مدنية سقط مجروحا أو تعب في سبيل إنقاذ الآخرين. لكم منا كل الاحترام والدعاء، أنتم أبطال هذا الوطن وجنوده في لحظات المحنة. اللهم احفظهم واحمهم كما يحموننا، آمين. سلام.